بيقولوا الناس بتتعرف بالمواقف والوقت. صح. بس الحقيقة انت مش محتاج سنين عشان تعرف اللي قدامك. التفاصيل الصغيرة بتفضح كل حاجة. كلمة اتقالت وسط الكلام، نظرة عين، نبرة صوت، حتى طريقة الهزار. ملامحنا بتعكس اللي جوانا، والمواقف بتيجي عشان تأكد اللي انت شفته في الأول. بس ده للي عايز يشوف بجد. عارف ايه اللي بيبوظ اختياراتنا؟ إننا بنبرر في وقت غلط، وبنبسط أمور ما ينفعش تتبسط، وبندي أعذار لناس لسه ملهاش عندنا رصيد. دي مش طيبة ولا حسن نية، ده خوف. خوف من مواجهة الحقيقة، أو خوف من فقدان الشخص. احنا بنضحك على نفسنا بنفسنا عشان مش عاوزين نخسر. عشان تختار صح لازم تتحرر من مخاوفك الأول. واجه نفسك عشان تشوف ببصيرة قبل ما تلبس كل حاجة في شماعة النصيب. يفتكر إنك لازم تاخد بالأسباب، زي ما قال الإمام علي بن أبي طالب: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. ركز في الصفحات هتفهم الحكايات.